أنا مغرومة بالسياقة، يعني من قبل حتى من قبل ما ناخذ البيرمي العادي أنا نسوق مع باباي، وكو خذيت البيرمي العادي قعدت مدة ونسوق مع باباي حتى يمشي مخاطر بعيدة، يعني مثال صغير قبل لي كذا يخدم كل مرة تدوير دولاب يعني تجارة ولا حاجة نسوق بيه مسافات بعيدة. بعد جتني الفكرة كوني باش نعدي الكار، نعدي بيرمي كار، ناخذ بيرمي كار، والحمد لله عديته وخذيته. على البداية ما عطنيش خلاص، نهار مشيت نعدي في السياقة متاعي ما نخبيش عليك صار ثمة أولاد يعدوا على الكار وأولاد يعدوا على السمية وبرشا ناس. وقت اللي بيوصل دور نيل حتى اللي يعدي حتى اللي ما يجيبش يقول له استنى شوي ثم بنية باش تعدي خلينا نشوفوها، يعني تقدروا حتى احنا رجال وولاد ما قديناهش يعني خلينا نشوفوها هي، يعني يكون هكا اللي يعملوها ضحكة وكذا منه ومنها، هو انت عارف الذر وشباب صغير وكل شيء. ما فماش حاجه حكر على مراه وما هناش خدمه ان المراه ما تنجمهاش. نشجع اي مراه عندها فكره تدور في بالها، عندها هدف تحب توصله، ما هي الا تحط على امر الواقع. صحيح باش تواجهها صعوبات وباش يودي الصعوبات اللي باش تواجهها يودي ساعات لين تطيح ويلزمها تطيح وتوقف، يعني هذا الشيء انا مريت به، يعني توصل احيانا مش والله العد باش نوصف لك اني الحاله اللي وصلت لها، يعني بيبان تصلفك في وجهي نهار كل ماكش خادمه وما تخدميش وما شنو، رغم انهم عائلتي راهم ما شاء الله، يعني ما بابايا كان سندي وموفقني دائما يقول لي اخدم على روحك ما دام حاجه ماهيش عيب اخدم على روحك. المهم انسان يخدم على روحه ياكل خبز بالحلال وكهو، والمرأة لازم تخدم كل شيء. ما هناش المرأة ما شاء الله عليها نشوف فيها في جميع المجالات في جميع الميادين تخدم كل شيء، وكل شيء تخدم نقولوا فيها بقلب ورب، تعطي ما عندها وتقيم بدارها تقيم بعائلتها تقيم بخدمتها وكل شيء تنجمه. ما فماش حاجة، ما هناش حاجة حكر على المرأة ولا على الراجل، يعني المرأة حط حاجة في بالها توصلها بحول الله. بعد ما تسكرت في وجه البيبان في حكاية موضوع اني كوني نحب نكون سائقة حافلة وكل شيء، قدمت مطلبي للتجهيز، والسي الصادق الله يرحمه قابلته وكل شيء. من اول لقاء خذا المطلب نتاعي وصحح فيه بالموافقة، وقال لي نتفكر زي تو وقت اللي قدمت المطلب نتاعي نهار جمعة، قعدنا عملنا قاعدة هيك وحكى معايا قال لي الخدمة راهي ماهيش سهلة، وكار راهي كاكو برا وكار تعبة وكل شيء، وانتي مرأة وتخدمي هنا في تطاوين وكل شيء وعقلية ومجتمع، ودخلها لي معناتها حكي معايا في كل شيء. قلت له ما عنديش مشكلة. قال لي انت لها؟ قلت له انا لها نخدمها يعني عادي، انا خاطر جيتها بحب جيتها بغرام، مانيش مجبرة اني ولا حد لزني ولا باش تخدمي هيك ولا حاجة، انا جيتها بغرام. وفتحت لي الحمد لله فتحت لي البيبان وقت اللي قدمت المطلب للتجهيز، فرحوا بيا وقبلوني ودخلت نخدم والحمد لله. يعني قلت لك قدمت مطلب اليوم بشيرة غدوة ديريكت، معناها لا إدارة ولا حتى شيء. أنا كنت في بعض الإدارات خدمت في الإدارة وقت يجي ويكاند ولا يجي رحلة ولا حاجة نخدم نخرج، وقلت لهم أنا الشرط الوحيد إني كون نحب أعطيني كان سياقة، ما تقولي لا إدارة لا حتى شيء. ووافقوا الحق، ما لقيتش حتى صعوبة معاهم ومتقبليني ونخدم مع بعضنا وخيان زي المرأة زي الراجل، والحمد لله يا ربي ناس ما شاء الله عليهم. ما خممتش نبطل حق يا ربي، بالعكس انا ماذا بيا نزيد لقدام يا سي بالصعوبات اللي بالعكس ساعات تجيك كلمه ولا حاجه، ساعات عباد انت مواقف تصير لك برشا في الكياس، و ثم اللي يتقبلك وثم اللي ما يتقبلكش، وثم اللي يقول لك برافو صحه ما شاء الله عليك، وثم اللي يقول لك ما لاقي ما تعملي في حياتك كان جيت شديتي دارك خير، يقولوا لي فيها والله يقولوا لي فيها، يعني اما انا ما تقبلتها، يعني انسان قدامني دخلت الدومان هذا ودخلت المعارك هذه وكل شيء يسمى، وانا كي نخدم كي تقبلت الخدمه هذه وخدمتها
مانيش قاعده نزاحم في الراجل ولا حاجه، بالعكس يعني انا زيته هو وقت اللي هو يمشي يقدم مطالب ويقدم في مطالبه ويحب يخدم وكل شيء، انا كيف حتى انا قدمت مطالبي وسكرت الباب في وجهي. وبالعكس مرة في الحاله هذه مرة ثم عقليه ما تتقبلهاش ياسر، يعني ما تتقبلهاش كونها مرة باش تخدم في الدومين هذا، يستصعبوها يقول لك تقدش روحها سيب علينا ومراه وما تجيش في الوقت وكل شيء. واني الحمد لله يا ربي كل من قال معناها نخدم منظمه في وقتي، نمشي ونجي ولا باس الحمد لله.